لازم الموز يكون فريش طبعا. طبعا هو في موز ما مش ينفعش فريش. يتحط مثلا في ستات بيت اوقات الموز بيتحط في الثلاجه طبعا بيسود، لا ده ما هو ينفعش يستخدمه بقى. هو الموز اللي اتحط في الثلاجه الموز الاخضر. غير كده لا. لكن هي وبعدين هو لما يكون مستوي بيبقى اجمل، بيبقى معسل. لكن الموزه وهي خضراء مع الفطيره تحس ان انت حاطه جوه نشا. تمام. لكن لما تكون مستويه طبعا بتبقى عامله زي العسل، ودي مسكره يعني الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. بتضيف عليها سمنه بلدي؟ طبعا وسكر. ما شاء الله. تمام ده البيض. تمام. وهناخد معاه شويه سكر حلوين. سكر بودره. سكر بودره. تمام. الاختراع دوت يعني من 2009. 2009 وانت شغال فيه؟ بتعمل ايه بقى بالمضرب ده؟ المضرب ده بقى بايه؟ بضرب بيه البيض عادي مع السكر البودره. ليه ما ضربتوش مثلا بمضرب عادي او خلاط؟ هل ينفع؟ لا ما هو الخلاط ده مش هينفع بقى جنبي هنا على البنك، فدي برضه بتكون بالغرض ودي متعارف عليها برضه. كده بتجهز العجينه بتاعت الفطير الموز ليه بقى حاطين عجينه جوه عجينه؟ دي بقى ايه، بتبقى فطيره دبل كده حجم وسط. تبقى تقيله. تمام. كده احنا بقى بنحط البيض بالسكر. البيض والسكر البودر. درجه حراره الفرن بقى بتبقى حاميه جدا. طبعا بتبقى من 200 تروح من 200 ل 220. لازم تقطعها بقى بالسمنه وهي داخله. طبعا. سر القرمشه بتاعتها فين؟ سر القرمشه بتاعتها في السوا. دي بقى سر الموز قبل ما تقدمها. ان شاء الله. بتقعد تقطعها بقى لها تقطيع معينه اتشهرت بيها. مربعات. الفطيره دي بتبقى سخنه مولعه. ولازم لازم تتقطع وهي سخنه؟ لا نهدى عليها شويه وتتاكل حتى في الهادي شويه. ليه؟ بس على اللسان. لازم ترش عليها اللبن بقى. طبعا لبن سخن اهو. كم نوع فطيره بترش عليه لبن؟ الفطير الساده، الفطير المحشي. ده بيكون بقى شكلها قبل التقديم. دي هي. تمام. ده لفظات طبعا عشان اللي هياكل مع ايديه وكده. سعرها قلت لنا قد ايه؟ دي الفطيره ام بيض وموز ب 60. 60 جنيه ان شاء الله. دي اللي عملت ضجه كبيره جدا على السوشيال بقى والناس بدات تطلبها بالاسم.